السلام عليكم احبائي اصدقائي. اكو خبر بالاونه الاخيره انتشر على صفحات مموله وتابعات يعني القنوات الفضائيه، والمفروض يعني قبل ما ينشرون يدققون الخبر ويصححوه يلا ينشروه. زين ذاك اليوم انشر خبر انه كرار مرشح الملك جمال العراق. لما جيت الكرار واتصلت بكرار قلت له ابا انت مرشح هيك، قال اني يشرفني ان اكون ملك جمال العراق. وطبعا هو ان الشرف ان يكون صديقنا كرار ملك جمال العراق، ولكن كان جواب كرار الجندي اللي واقف على الساتر هو اللي يستحق ملك جمال العراق وملك جمال العالم، اللي يرتد الزي العسكري. زين وهذا كرار ونحب نسيله. كروري السلام عليكم. طبعا ارحب بكم واشكرك على المبادره الحلوه. بالمناسبه انا ما مرشح ملك جمال ولا شنو، وكان لي الشرف انه ارشح. اذا رشحت انا بهيك موضوع انه اعرف راس العراق اكيد، واحنا يعني معروفين العراقيين بالفن مالنا والثقافه والجمال. يعني بس انا كتبت على الصفحه مالتي قلت انا ما مشارك، واللي انا شوف اذا احصل هذا اللقب انه يستاهل هذا اللقب، انه هو اللي على الساتر الجندي اللي يلبس هذا الزي العسكري، هذا الزي الجميل اللي دائما يدافع عن الوطن. هذا الشيء. تدري انا مرات اموت 100 موته انه اني صدق انا يعني بطل باختصاصي، بس هو كلمه باختصاصي انه اتمنى يعني وين الحشيد او وين المقاتلين انه بس حتى بس يعني بس ارمي طلقه واحده على العدو هاي يشرفني. وحاب اقول للحشيد يعني طبعا انا دائما ادعي لكم واتمنى لكم النصر ان شاء الله. الحشيد وجميع اصناف العراق والجيش. طبعا الصفحات اللي نشرت عني هي صفحات غير رسميه وهميه. هم يشوفوا بالعكس، هم راضوا يسقطون. دائما اشوف الفنان العراقي دائما يحاولون يسقطونه، بس انا بهاي الحاله انه ما يسقطون، بالعكس هم يزيدون شهره، يعني يروجون لنا بلاش وخلينا ينشرون لنا الباقي. الحمد لله والشكر. عندنا اعمال هي تثبت، كل انسان يثبت نفسه بشغله وبعمله وبتعامله ويا الناس. يعني تعامله ويا الناس الحمد لله والشكر، تعامل انه صالح وما ادري اي شيء، واحب كل الناس. وحب انوه على شغله صارت، شكو واحد غلط علي وانا مسامحه. ليه بالكم كنتم مسامحكم. اوكي. وتعريفا لاختصاصك بالفن، يعني انت التعبير عن الجسد او شنو؟ انا اشتغل نوعا ما مثل باليه، مثلا المسرح التعبيري، الدراما دانس، او اخرج بعض الافلام السينمائيه القصيره. يعني مو بدايه مخرج، خلينا نقول افلام قصيره عندي فيلمين ان شاء الله تشوفونه. شارك بمهرجان اعتقد اشترك احد الافلام او فيلمين بمهرجان الروح الطيبه، مو؟ اكيد. وحصل افضل ثاني سيناريو، هو الفيلم اسمه وتر الحياه. اللي ما سامع عنه يسمع عنه ان شاء الله، راح نشر على اليوتيوب عن قريب. فيلم اسمه وتر الحياه. تحيه لك. تحية. شكرا لك حبيبي كرولي.